بداية ومن وهران، دعت كونفدرالية المؤسسات الجزائرية خلال لقاء جهوي لأرباب العمل والشركاء الاقتصاديين بفندقية الميريديان، دعت على احترام مبادئ التاريخ الاقتصادي للجزائر. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. نظمت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بفندق الميريديان بوهران لقاء جهويا على شرف أرباب العمل والشركاء الاقتصاديين. اللقاء ركز على الدور الهام الذي تلعبه الكونفدرالية لكسر الهيمنة والبيروقراطية دفاعا على مصالح الوطن والشعب، وهو المبدأ الذي ركز عليه رئيس الكونفدرالية حبيب يوسفي، الذي دعا لاحترام مبادئ التاريخ الاقتصادي للجزائر، وكذا إعطاء فرص لجميع المتعاملين الاقتصاديين لدعم الدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. L'agriculture, c'est un investissement fondamental qui peut assurer en priorité la couverture de nos besoins alimentaires. On peut également, à la كل حال, mettre une industrie agroalimentaire exportable. Et c'est d'une importance capitale aussi. Là, nous rentrons dans le cadre, évidemment, de nos placements à l'extérieur. كما أكدت نائبة رئيس الكونفدرالية سعيدة نغزة أن الهدف من تأسيس هذه الهيئة هو الدفاع عن مصالح المؤسسة الجزائرية والدعوة إلى تعميم مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بعيدا عن الاحتكار. هو الهدف الكونفدراليه، يعني باش نساند كل لي زونتربريز الجيريان دون تو لي سيكتور، باتيمون وترافو بوبليك واغريكولتور واندستري. حنا نطلبوا الان باش نحيوا هذا المشكل اللي خلقته لنا، يعني يخليو يديروا كل مؤسسات كي بعضهم، اللي قادره تبني 100 تبني 100، واللي قادره تبني 1000 مرحبا بها، واللي قادره عنده مؤسسه صغيره تنجم حتى 2 عمال مرحبا بها. كما تم على هامش هذا الاجتماع تنصيب مكتب الكونفدرالية الولائي لوهران، وكذا تنصيب مكتب ولائي آخر بولاية عين تيموشنت.